ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت النهارده صاحي الصبح كده، نازل اجيب قهوه كعادتي اشربها كده الصبح عشان نبدا يومنا بيه. قابلت المعلم ده تحت البيت عندي. اللي ما يعرفوش فهو فارماكوجون، يعني حاجه هو اكيد ما متصيده. حدش يعرفنا صح. لا يشفع فينا. مشهور يعني على التيك توك الى حد ما، الى حد ما الى حد ماشي. ما. وانا شفته امبارح على التيك توك، فاول ما شفته قمت ماسك فيه قلت له انا عارفك، انت شفتك على التيك توك قبل كده. انت كداب، انا عارفك من 6 سنين. 7 يا اسطى. ماشي. وقلت له انت لازم تطلع النهارده تصور معايا حلقه. فحلقه النهارده هنتكلم فيها عن الموضوع طبعا انا بحب اتكلم عنه، وهو تداول الباينري اوبشنز. ماشي. البوم. البوم. ففيديو النهارده فيديو النهارده هيبقى جد شويه وفي حته برضه هزار، بس الفكره النهارده اللي انا عايز اوصل لكم رساله ان هو مش هيبقى استهزاء او ترفيهي اكتر ما احنا نفهم الناس دي بتكسب منين. وبرضه انا جايب عمر معايا لان انا ممكن ما بعرفش اتكلم شويه، هو بيعرف يتكلم عني احسن قدام الكاميرا، يعني اعملوا له فولو. كاميرا شاي. كاميرا شاي ايه؟ كاميرا شاي ده انت. فهسيب لكم برضو لينك الصفحه بتاعته في الديسكربشن تحت عشان تشوفوه. هو طبعا مش محتاج اقول شات اوت، هو ضعف ما شاء الله والفولورز اللي عندي يعني. فخلينا نبدا ونتكلم عن موضوع النهارده. لو انت مثلا قلبت في التيك توك او حتى هتلاقي الاعلان قبل الفيديو ده، فانت هتلاقي اعلان لمنصه مثلا بتزعم ان انت هتحط فيها كل فلوسك وبعدين هتعمل ملايين وهتجيب اليخت وهتخلي باباك يتقاعد عن العمل. انا ابويا متقاعد عن العمل على فكره. ابوك متقاعد عن العمل؟ انت خليت ابوك يتقاعد عن العمل؟ هو بيقول لي استخدم اولمبي تريد والكلام ده. طب معكش مليون جنيه لاخر القرض؟ بعد الفيديو. ماشي. فالنهارده احنا عايزين نتكلم عن الباينري اوبشنز عموما او الخيارات الثنائيه، وعايزين نفهم انت لما بتخش او بتشترك في المنصات دي انت بتتداول ايه بالظبط؟ بص، هو فكره الباينر اوبشن قبل ما نبدا يعني ايه بتتخش تتداول فيها او بتبدا في ايه. هو فكره الباينر اوبشن ان انت حاجه اسمها خيارات ثنائيه. خيارات ثنائيه يعني ايه؟ خيارات 2 يس اور نو، بدل بقى يس اور نو دي خليها اب اور داون. بتبقى ان انت بتحط مثلا يعني الموضوع ده مربوط بحاجتين. اول حاجه وهو ان انت مش بتخش على فرق سعر او على فرق اي حاجه، كل اللي يهمهم ان انت تحت المستوى او فوق المستوى. يعني اللي دخل في اي كيو اوبشن او دخل في اولمبي تريد وفاكر ان حلال وهو بس ما يعرفش، يعني هو عن جهل، فهو كل اللي هو فاكره ان هو كده في البورصه او في الاستثمار والناس كلها بتشد ان انت ده كده استثمار او ان انت كده بتتداول. لا بالعكس، انت داخل مثلا هنفترض ان زي كل الناس بيخش على اليورو والدولار، فدخل على اليورو والدولار وشاف ان هو ده في اب اور داون سيل او باي، هو فاكر ان هي كده. فبيقوم داخل مثلا يقول لك انا هخش $5 $10. تمام. فبيقوم داخل بال$10 دي يلاقي مره واحده في عداد بيعد عليه، ده اللي هو اسمه التايم انترفال. وفي حاجه اسمها المؤشر بتاعك ان انت فوق المستوى هتلاقي في مستوى اتعمل لك كده، فوق المستوى تكسب، تحت المستوى تخسر. بس الخساره هنا والمكسب مش بفرق العمله على المستوى اللي انت فيه. يعني انت مثلا لو الدولار، يعني انت ما بتتداولش ولا يورو ولا يو اس دي؟ لا، انت بتتداول فرق مستويات. بمعنى يعني مثلا هنفترض افتراض خيالي كده ان الدولار بيورو، يعني النسبه ليهم 1، فبقت مثلا هنفترض بقت 2، يعني انت المفروض في الاصل انت كسبان كام؟ 100%. تمام. فانت لو دخلت حاجه زي دي فانت كده فوق المستوى المفروض تكسب 100%، تحت المستوى تكسب 100% او تخسر 100%. طب افترض بقى العكس، افترض ان هو كان بدولار بقى بدولار و10 سنت. دولار و10 سنت ده يعني 10%. هتكسب برضه 100% وهتخسر 100% او 98% او 89%. كل اداه بقى دي الفكره، كل اداه على حسب خطورتها في البرنامج بالالجوريثم هي بتقوم محدده لك انت عايز كام. يعني باختصار كده انت بتحاول تقول ان هو لما بتخش على الابلكيشن فهو انت بتحدد مثلا نفترض اليورو واليو اس دي، فانت مثلا هو بيقول لك في خلال 60 ثانيه هيطلع ولا ينزل، فانت بتحدد او بتحاول ان انت تميك جيس هو هينزل او هيطلع بالظبط. والمكسب والخساره مش مرتبطين فعلا بحركه اليو اس دي قصاد اليورو. بالظبط، مش بفرق سعر. مش بفرق السعر. انت تحت المستوى وفوق المستوى. انت بتامر في فتره 60 ثانيه. بالظبط. انت برضو بتغير ال 60 ثانيه دي تخليها 30 ثانيه، تخليها 10 ثواني، تخليها ساعه، وانت لا تملك ولا يو اس دي ولا يورو. بالظبط. انت اول ما تدخل الانترفال مالكش الحق ان انت تبيع او تكنسل. اللي هو انت مثلا شغلت دماغك في نص المستوى عيله وانت خلاص عايز تطلع، لا مفيش طلوع، لازم المستوى يخلص، يعني لازم الانترفال دي تخلص. هتلاقي في خط في الاخر، الخط ده بيجي عنده يقول لك بقى القرار بقى بتاعك. يعني انت لو داخل 60 ثانيه وعند الثانيه 59 انت كسبان، فجاه انت خسرت. ودي هنتكلم عنها قدام على فكره في موضوع المكسب والخساره وان ازاي البرنامج بيلعب معاك. تمام. طب هي الشركات دي ابتدت ازاي؟ بص، الشركات دي ابتدت اصلا، يعني فكره مبدا الاوبشن ده موجود من زمان في البورصه الامريكيه في الناسداك او النيويورك ستوك اكسشينج، بس هي موجوده بشكل بروفيشنال اكتر. يعني مثلا يقول لك انا عايز حاجه اسمها
خيار حاجه اسمها اوبشن او حاجه زي فورورد او حاجه زي الفيوتشرز. دي ان انت بيبقى ليك حريه اختيار ان انت عايز تشتري الحاجه دي كمان 10 سنين مثلا. هنفترض ان انت تاجر مثلا صاحب شركه عصير برتقال، تمام. فانت بتروح بالاوبشن او الفورورد او الفيوتشر، الثلاثه دول كان حاجه واحده بس اتقسمت بفروقات بسيطه. هي ببساطه يعني بره موضوع الفيديو، بس في فرق ان انت الاوبليجيشن ان انت تبيع او تشتري، هل ليك الحريه ان انت في نص ال10 سنين دول تبيع ولا تشتري. فهو بدون دخول في تفاصيلها يعني، الفيديو ده ممكن نتكلم عنها في حاجه تانية، في فورورد والفيوتشر دي كده. فالمهم كان قدام ان مثلا انا صاحب الشركه بتاع البرتقال عصير البرتقال، قدامي مثلا مزارع عنده فدادين برتقال، تمام. فبروح اعمل معاه عقد واقول له انا هاخد منك البرتقال بتاع 10 سنين قدام بسعر اعلى من الفتره دي. تمام. يعني مثلا لو كيلو البرتقال او طن البرتقال عامل دولار، فانا هاخد منك طن البرتقال ده مثلا ب $3، بس لمده 10 سنين احنا ثابتين مع بعض. بعيدا عن التضخم او حتى لو حصل في انهيارات، انا كده انا ماليش دعوه، انا هاخده منك ب $3 بقى، بنص دولار هاخده منك ب $3 بقى، ب $10 هاخده منك ب $3. الوحيد اللي ليه الحق يكسر الاوبشن ده هو الرايتر اللي عمله. تمام. فحتى في الاستثمار على فكره، حتى في الاستثمار في البورصه الامريكيه لما بتيجي تخش اوبشن لازم يعديك من امتحان الاول عشان يشوف انت فاهم اوبشن وفورورد وفيوتشر ولا لا. تمام. الباينري اوبشن بقى ده ستايل جديد كده حصل. كان في الاول شركه هنديه اسمها IQ اوبشن. هي شركه هنديه، اللي هيشوف هيلاقي انها في قبرص، وهيلاقي ليها مكان في روسيا، وهيلاقي ليها مكان ثالث في دبي. بس هي في الاساس شركه هنديه. الناس اللي كانت بتطلع تتكلم في الاول عنها كانوا هنود، وحتى الناس اللي كانت بتعمل التوتوريالز اللي هي التدريبات، التوتوريالز كانت تدريبات جوه الويب سايت نفسه، كانوا هنود بيتكلموا بلكنه هنديه. فمش معقول يعني هبقى انا مثلا فاتح في قبرص وشغال جايب هنود يشتغلوا عندي يعملوا الايه الشغل بتاعنا، وحتى صاحب الشركه كان هندي. تمام. بس خلينا نتكلم مثلا في حاجه زي IQ اوبشن. IQ اوبشن الرخصه بتاعته موجوده في قبرص، موجوده في سيبيريا صربيا، وموجوده في اخر دوله دبي. يعني هو مش مدعم او ترستد اساسا من جهه معينه، او معلهوش رقابه ماليه محدده مثلا بالظبط. او كده. لا انت ما سالتنيش ليه قبرص بالذات. ليه قبرص بالذات؟ قبرص هي يعتبر اول واحسن دوله الناس بتفتح فيها الفاينانشال انستتيوشنز او المؤسسات الماليه بدون تحكمات من حاجه مثلا زي الرقابه الماليه هناك. هتلاقيه كاتب لك تحت كده في الويب سايت بتاعهم ان هم مراقبين وان هم عندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، بس هم حاجه مش كده. حاجه زي 1xBet فاتحه في قبرص ليه؟ لان قبرص برضو اضافه تانية ان هي الشركه الوحيده اللي بتدي حاجه زي رخصه للاونلاين كازينوز. فمهما يعملوا بقى هم براحتهم، هم شغالين براحتهم بقى، ويحصل نصب هو معاهم الرخصه. يعني هم دلوقتي الشركه دي ما فيش اي رقابه ليها من امريكا او جهه مثلا معتمده، هي بيفتحوا مثلا في مكان زي قبرص عشان التراخيص هناك سهله مثلا. بالظبط. او ما فيش هناك رقابه سهله ورخيصه. واضافه تانية كمان البرامج دي كلها معموله بقى من امريكا. معمول لها بان من امريكا اصلا. بالظبط. اللي بيحب يشغل دماغه ويخش يفتح اكونتات في ده ويجي يرفع صوره الباسبور ولا حاجه، لازم يفتح VPN في مكان تاني بره امريكا. امريكا مش فارق معاها لو لا، عشان امريكا عندهم الجامبلنج بمستويات معينه، الرهانات بمستويات معينه، ولازم يكون ليها كازينوز معينه مفتوحه مثلا في فيجاس او معمول لها رخصه تكون في امريكا. حتى ستيك ده برضو مكان زي 1xBet بس يعني مطور شويه، ليه رخصه في امريكا خاصه. بس مش زي 1xBet وميل بت واي حاجه بقى من الحاجات بتاعت اللي هي الحاجات بتاعت الرهانات، اللعب اللي هي فيها رهانات، كل ده بيبقى محطوط في قبرص. طب ايه اللي يضمنك دلوقتي لو انت مثلا حبيت الفكره وحبيت تودع فلوس ان هم اصلا ينصبوا عليكم وما يحطوش الفلوس دي في الحساب بتاعك؟ بتبقى لها جهات تانية، ان انت مثلا ممكن تجيب انفلونسرز، انت الناس شايفه اللي هم الناس دي والله لا ده معروفين في المجال بتاعهم، او مش معروفين في المجال بتاعهم يعني مشهورين في المنطقه بتاعتهم. فلا يعني بيعتمدوا في التراستنج بتاعتهم على الناس. بالظبط. مش ان في حد فعلا بيراقبهم وبيشوف الضرايب بتاعتهم وبيشوف الحسابات بتاعتهم. خالص. يعني هي تعتبر حاجه فيشي. هي اكتر من ان هي حاجه فيشي. هو في نفس الوقت هو مبين لك ان هو كويس، بس هو في نفس الوقت هو مش مضطر ينصب عليك في فلوسك، لانه هياخدها منك. لو جيت بصيت لها قدام او يمين، هو لو كنت كسبت في قدامك 10 ولا 20 واحد خسروا، فانت لو كسبت انت ما اتضررتش في حاجه. في بالعكس في واحد دخل قصادك ب $1000 وخسرها، وانت داخل ب $10 اديتك $9 وانا معايا باقي $1000. طب وايه حكايه الحسابات الوهميه وان هم بيحطوا لك فلوس في الاول دي؟ انا فاكر في مره كنت منزل الابلكيشن ده اول لما كان نازل والديمو، وبقى فجاه مثلا لقيت اشارات عماله تطلع وتنزل وعمال تشتري وتبيع وكانك روبن هود زمانك، وفجاه تلاقي نفسك كسبت من $5000 في حساب وهمي $20000. فانت تقول ليه مثلا ما جربش بفلوس حقيقيه؟ بالظبط. هو
اصلا عاملين الديمو ده عشان الناس اللي داخله البرنامج تفهمه. يعني يقول لك بدل ما انا ادخل بفلوس حقيقيه فانت تخاف كعمر مثلا، انت تخاف ان انت بس تخش فلوس كان في حقيقيه. حاجه غريبه جدا اللي هو مهما عملت، سواء انت مثلا يعني انت شايف ان هي بتنزل وهتفضل تنزل، لو اتكيت مثلا ان هي لا فجاه بقت عليت. بالظبط. فهل كده مثلا السيستم بتاع الابلكيشن ريجد، ولا هو فعلا مبني على حاجه معينه؟ لا، مبني على نفسيه اللي قدامك، بمعنى نفسيه. هو بيبقى عارف ان انت خسرت مره هتعوض تاني. يعني هو بيكولكت الانفورميشن بتاعتك وبيشوف انت بالظبط. امتى بتشتري وامتى بتبيع، وطرق وبناء الإيداع. عليها بيغير في المؤشرات والبيانات. بالظبط. على فكره لو جيت بصيت، دي نقطه تانية خلينا نتكلم عنها قدام بلاش دلوقتي، بس انت لو جيت بصيت على الديمو هتلاقي حركه الديمو مختلفه تماما عن حركه الريل اكونت في نفس الوقت في المايكرو موفمنت. في المايكرو موفز مختلفه، حاجات بسيطه انت ممكن ما تاخدش بالك منها وانت شغال. يعني انت لو جيت بصيت مثلا لليوم يعني كامل، يعني انا لو فتحت حساب ديمو جنبيه حساب حقيقي حاطط فيه فلوسي، ممكن اكسب في الديمو وفي الحساب وتخسر الحقيقي فيه. اخسر فيه، مع انهم في نفس الوقت. بالظبط. واللي عايز يجربها يجربها، انا عن نفسي مجربها، لكن انا بقول لك اللي حصل معايا بالظبط ان انا عشان انزله عشان افهم قبل ما اتكلم. حساب الديمو شغال والحساب الريل شغال. الفرق تقريبا كان في الديمو كان شعره نزلت عن الخط. ونقطه كمان برضه هكلمك عنها قدام، بلاش دلوقتي برضه عشان ما نتوهش من بعض. الشعره الصغيره دي ممكن تنزل على مستوى تخسرك، او ممكن تفضل عند المستوى ما تكسبكش حاجه. طب ما تعالى نتكلم على المكسب والخساره. يعني نفترض دلوقتي انت شخص بدات ان انت تعمل حساب، تمام. ومعاك $100 وعايز تستثمرها مثلا، فانت دخلت بال$100، ايه فرصه ان انت تكسب وايه فرصه ان انت تخسر؟ فرصه اللي بيكسبوا على المدى الطويل لا خلينا في الحركه الواحده. في الحركه الواحده. يعني دخلت $100 مثلا في صفقه في حاجه معينه، وانا المفروض دلوقتي ايه اللي انا متوقع ان انا اكسبه وايه اللي متوقع ان انا اخسره؟ تمام. لو انت مش غشيم يعني ايه؟ يعني مش اول ما شفت هنا شراء او تقوم دايس الشراء. لو انت مش غشيم، يعني انت بصيت كده من بعيد اللي هو بص الكرتون ده والله طالع مش هينفع بقى اشتري دلوقتي، لا استنى ينزل شويه، ينزل وليه قمه فوق، طب يلا اشتري دلوقتي. فانت بنسبه 60% اول واحده ليك كسبانه. اول واحده ليك كسبان، اللي هو المبدا الاساسي، اشتري في القاع وبيع في القمه. بيع في القمه. لا ده لو انت مش غشيم. طب لو انت غشيم احتمال كبير ان انت تخسر فلوسك اكتر من 90%. تمام. طب لو انا مثلا ايه العائد اللي انا هكسبه، ولو انا خسرت مثلا الحركه دي حتى لو انا محترف هخسر ايه؟ يعني انا مثلا دلوقتي دخلت ب$100 والى حد ما بقيت اكسبرت زي ما هم بيقولوا. تمام. يعني وبقيت فاهم السيستم اللي هو اساسا ملعوب فيه. تمام. لو انا دلوقتي قمت رايح داخل ب$100 المفروض هكسب كام؟ 50%، 60%؟ على حسب كل حاجه، بس مش اقل من 89%. 89% مكسب. 89%. معظم الحاجات بتبقى 89%، 92%. في حاجات اللي ريسكها عالي، اللي هم حاطين ان هي ريسكها عالي بتديك اكتر من 95%. هتخسرهم زي ما هتكسبهم. يعني انت لو فوق المستوى هتكسب 95% كمثال، لو خسرت تحت المستوى تخسر 95% برضه. يعني انا دلوقتي لو دخلت نفترض 5 معاملات ودخلت ب$100 في اول مره، انت بتقول لي مثلا ان انا ممكن لو انا كسبت الاربعه وفي اخر واحده خسرت اخسر المبلغ كله؟ ده المبلغ اللي انت عامل له ايداع، اللي انت حاطه في مبلغ الاكونت نفسه، بعيدا عن مدخل بعيدا عن رصيدك في المحفظه. انا بتكلم دلوقتي في العمليه الواحده. انا كل مره مثلا بخش ما بتبعش مثلا الاستراتيجيات العاديه اللي هي ان انا بخش بجزء من المحفظه، لا انا بخش بكله. ما انا ماشي. فماشي. فانا دخلت مثلا ب$100 وبخش براس مالي كله لمده 5 مرات. يعني مثلا $100 كسبت اول مره بقى معايا $189 مثلا، كنت رايح بداخل بال$189، كسبت الاربعه دول وجيت في اخر واحده خسرت. تمام. فانا كده مثلا هكون خسرت كل فلوسي او كل المكاسب اللي انت المفروض عملتها. هيبقى لك لو انت داخل مثلا ب$200 وانت بتلعب خد بالك من كلمه بتلعب دي، انت مش بتستثمر ولا بتتداول. لو انت داخل ب$200 وبتلعب على 96% غالبا هيتبقى في محفظتك $8. طب ما هو ده يلعب في نفسيتك بصوره كبيره. بالزبط. يعني دايما لو انت خسرت هتبقى عايز انك تعوض، لان انت مثلا نفترض انك كسبت اول 4، فانت شايف على الشاشه ان انت كسبت مثلا من $100 بقى حوالي معاك $600 $700. بالظبط. فانت طبيعي ان انت خسرتهم، فاكيد ان انت هتبقى عايز تخش المره الجايه مش ب100، هتخش مثلا ب1000 عشان تعوض. عايز اعوض. هو بقى بيلعب على النفسيه دي. هو بيبقى عارف ان انت بنسبه 65% و70% الانسان اللي قدامه ده مش عايز يخسر فلوسه. وراعي كمان ان هو مش واعي. هو معظم الشريحه اللي هم بيستهدفوها 17 سنه، العيال اللي هي لسه صغيره اصلا، ما 18 خرجتش من الجامعه، اللي ما اشتغلتش اساسا في حياتها قبل كده. بالظبط. هو الفكره ان هو برضه عشان بيلعب على الناس دي، فالناس دي ممكن تعمل ان هي تروح تسرق من فيزا ابوها فلوس من صاحبه، او يستلف من صاحبه. او يستلف من صاحبه. وده حصلت معايا، بيجي لك كل اسبوع بشكل دوري واحد كانت باعت لي يقول لي انا مضحوك عليا في $5000. او العيال حتى مثلا بتوع الوان اكسبكت اللي هي المراهنات، دايما تلاقي عمال بيشحن. ده انا اعرف واحد معرفه شخصيه يعني. كان مستلف من واحد تاني.
لا بلاش بقى. بلاش بقى يتفضح دلوقتي. المهم يعني الواد ده كان سلف اكتر من 120,000 جنيه، وكان واحد صحابهم هو من دمياط. ماشي، اول حرف من اسمه. ألف. فالمهم كان سلف من صحابه 120,000 جنيه، استلف من اتنين، قال لهم انا هديكم فلوسكم وعليها 50%. يعني انت الواد اللي بيديله ده اداله 60,000 جنيه في ايده، عارف ان هو هياخد 90 على كلام صح. 90 بالظبط. والواد هياخد هو باقي الفلوس، على اساس ان هو كان مخليهم 120 هيخليهم مثلا حوالي 240 250، وهياخد الباقي ويدي لاصحابهم فلوسهم ويشتغل هو ايه بالمبلغ اللي معاه. جه حصل ان هو خسر فلوس في الاول وخسر فلوس تاني. بس ايه اللي يخلي انسان يبقى جريء بالشكل ده، ان هو يخش بمبلغ 140 وان هو يراهن ويقتنع ان هو هيكسب ويبقى ليه نسبه ربح؟ يعني انت مش شايف ان هي حاجه زي مثلا زي ادمان القمار او كده؟ يعني هي الموضوع برضو بيلعب فيه دور نفسيه كبير، او جهل او قله تعليم. بص، هو الموضوع ده نفسي وفي نفس الوقت هو ديني شويه. لانه ممكن عادي جدا الشيطان يغويك المره دي هكسب، حاسس ان المره دي هكسب، وربنا بيسيبك تكمل لاخر طريقك. لو اداك مثلا اشاره في حياتك وانت، او اشاره في المشوار الغلط اللي انت عارف ان هو غلط وكملت فيه، هي بتبقى اشاره واحده بس، بعدها انت بتبقى خلاص لنفسك انت وشيطانك بقى. فهو بيبقى متخيل ان هو هيبقى في المأساة اللي هو فيها دي، ان هو المره الجايه لما يستلف هيجمع كل الخسارات بتاعته دي ويبتدي يصلي، مش يصلي 5 مرات، يصلي 20 مره 20 مره بقى في اليوم. فببساطه هو بيبقى متساب لشيطانه بقى، يعيش بقى المأساة بتاعته كاملة لغاية ما يخسر وربنا يقوم موقعه تاني. بس يعني وقعته تبقى حساب بقى كل اللي حصل ده. يعني الابليكيشن او الحاجات دي خلقت زي ما تقول كده عندنا جامبلينج ادكشن. هو ادمان. على فكره اللي ما يعرفش الجامبلينج ادكشن ده مرض. يعني الناس اللي بتدمن القمار في امريكا بيتعالجوا، بيدوهم ادويه عشان يبطلوا، لان هم ما بيقدروش يبطلوا، لان هو زي ما تقول كده الدوبامين رش اللي بيحصل عليه لما هو يكسب تريد معينه، ان هو داخل مثلا ب $100 فجاه بقى معاه 10,000 دولار لا تعوض، فهو دايما بيحاول ان هو يبحث عنها تاني. فنفترض مثلا هو خسر، فتلاقي ان هو عمال بيخسر بالزبط. وعمال بيتسلب وبيخسر فلوسه. ده حتى في ناس على ريدت كان في واحد كان مستلف الستودنت لون بتاع ابنه كله، كان حوالي $89,000 ودخله في باينري اوبشن حاجه اسمها روبن هود تقريبا. روبن هود دخله في روبن هود، وبعدين فجاه الشاشه كلها احمرت، واللي ما يعرفش الشاشه يعني كلها احمرت يعني هو خسر فلوسه والاكونت اتبند. فهو حرفيا دي اللايف سيفنجز او المدخرات بتاعت ابنه اللي المفروض مثلا هتدخله جامعه، هتعيشه عيشه كريمه، هتخليه على الاقل يبقى في شيلتر حواليه، يعني اللي هو 4 حيطان حواليه. هو خسرها. بيقول لك بقى في ناس كتيره بتروح تنتحر بعد ما تعمل حركه زي دي. يعني هو بما انه خسر فلوسه ومش هيقدر يعوضها ومتدين بصوره كبيره، فبيروح ينتحر، وهيخاف بقى من العواقب اللي هتقابله قدام لما الناس دي تطلب فلوسها، او الناس دي تكتشف ان الباشا ده كان راح يؤامر بيها. ممكن مثلا يكون سلف الفلوس دي من مافيا. في ناس بتستلف من مافيا، في ناس بتستلف بتاخد قروض عشان تاخد حاجات زي دي. فبيلاقي نفسه ان هو انا عليا $250,000 للبنك بفايده كذا ومش عارف اسددهم، لان انا كل اللي بقبضه في الشهر $3,000. فنو هو بيقوم راح منتحر. هنا في مصر هنا في مصر بيقلب حرامي، بيبتدي يسرق من اصحابه، يسرق ذهبهم ويبيعهم، يعمل سكريبتات ويبيعها. بس ده فونكس يعمل كورسات دي انيل بقى. لا بس اعتقد ان الناس اللي بيعملوا كورسات مش بالغباء ده اصلا، هم ما بيخشوش يتداولوا. دي بقى نقطة حلوة على فكرة، دي نقطة حلوة. ودي فكرة بقى الناس اللي على السوشيال ميديا اللي بتقول لك انت هتطلع النهاردة تجيب العربية دي وتعمل، ومش لازم تبقى موظف، ويقعد يشتم لك في التعليم ويغلط في التعليم ويغلط في الموظفين. لكن في الحقيقة هو كل اللي هو بيعمله ان هو عمال يلعب في دماغك. انت واحد عندك سنك 16 سنة 17 سنة، في ناس عندها 24 سنة ولسه بتصدق في الكلام ده، ما عندوش وعي كافي. هو بيحاول يبحث عن حلم الثراء السريع. بالظبط. والكسب السريع او الثراء السريع ده هو حلم يعني أسوأ من الامريكان دريم، اللي انت عايز تسافر امريكا. ودايما بيتروج للفئه المتوسطه من الشعب، مش الفئه الغنيه، مش الفئه الغنيه ولا الفئه الفقيره. لان هو دايما الفئه المتوسطه هو بيكون مثلا باباه ومامته غالبا مجتهدين، كانوا شغالين وظيفه طول حياتهم، عندهم بعض المدخرات، عايشين الى حد ما عيشه كويسه مثلا زي مثلا الطبقه المتوسطه اللي معظم الشعب منها. فتلاقي ان هم دايما الابلكيشن دول يقول لك لا انت هتشتغل زيهم كده وتفضل 30 سنه عشان مجرد بس انك تاكل اكله كويسه وتروح تصيف مره في السنه. لا يا باشا، انت ممكن وانت لسه في سنك ده يبقى معاك ملايين الدولارات وتركب بورش وتبقى احسن من ابوك وامك وتبقى والمشكله بقى ان هو بيخش بقى من النقطه دي يا عمر، ان هو يقول لك ايه انت كل اللي انت محتاجه موبايلك، فيسهلها لك ويقوم جايب لك متصور وهو على البسين وشغال وبيعمل فلوس. شوف النهارده عملت كام. النهارده انا قاعد في مارينا مثلا او هيسندا
والنهارده مثلا صرفت اكله مثلا ب 14000 جنيه، 14,000 فتعالى جنيه. نعوضهم دلوقتي حالا، فتلاقيه فتح الابلكيشن في خلال دقيقتين وعمل يتك على شويه زراير ويقفل الكاميرا ويقفل الكاميرا، فاهم؟ ويظبط وفجاه دنيته ان هو مرة كسب واحدة. 20000، يعني هو كده خلاص دفع ثمن اكله وزي الفل. بالظبط. انا ليه بقى اشتغل سنه واقعد اعمل جمعيات عشان اروح اصيف؟ انا وانا قاعد هنا بالظبط. باكل وانا بحاسب على الاكل كنت عملت الفلوس. بالظبط. ودليل على كده كمان انه ما يجرؤش ان هو يوريك الهيستوري بتاعه. ما يجرؤش طبعا. هو بيوريك شاشه الحساب من فوق، رصيد الحساب 1000 جنيه بقى 15000 جنيه. طب وريني بقى اللوجز بتاعتك او الهيستوري بتاع التريدز بتاعتك، ما يردش عليك. انا تحددت كذا واحد منهم وقلت له طب احنا بنتكلم اهو، انت بتعمل فلوس، وريني انت عملت الفلوس دي منين. وده موضوع تاني برضه هنتكلم عنه دلوقتي، وهو حاجه اسمها الافلييت ماركتنج، او بالعربي العمولة. اللي هي اللينك بالاحاله، لينك الاحاله. اللي هو اللينكات اللي بتبقى مثلا في الديسكريبشن، انت لو اتكيت على اللينك ده فصاحب المحتوى بياخد نسبه معينه. بالظبط. فلو انت مثلا شخص يوتيوبر عندك مليون مثلا سبسكرايبر او كده، بالظبط. وحطيت اللينك بتاعك، لو نفترضنا مثلا ان الكونفرجن ريت او معدل الناس اللي هتخش على اللينك من المليون، افترضنا مثلا ان 100000 واحد مثلا، او بلاش 100000، 10000. لو انت من كل واحد بتاخد دولار، يعني كل واحد بيستخدم اللينك ده بتاخد دولار، فانت عملت 10000 دولار من فيديو واحد من لا شيء ولا اي حاجه. تخيل ولا أي بقى حاجة. تخيل بقى ان المنصات اي كيو اوبشن، اولمبي تريد، بوكيت اوبشن ما بتديش دولار. بتدي كام؟ 100% ل 120% من قيمه الايداع اللي ده استخدم اللينك ده عملها. سواء بقى الايداع ده كان دولار او 5 دولار او 1000 بالظبط. دولار. بالظبط. وفي كمان منصات بتحسب لك، بتقول لك لو كذا استخدم اللينك بتاعك، عدد كذا استخدم اللينك بتاعك. كنت منزل على فكره فيديو الموضوع ده على التيك توك عندي، وكنت جايب الصوره، ظهر الصوره، وده من الموقع الاساسي بتاع الشركه، مش كالكوليتر خارجيه، لا ده الموقع الاساسي نفسه بتاع لينك الاحاله، عاملين صفحه للينك الاحاله. بيقول لك لو استخدمت 200 واحد انت هيجي لك في الشهر اكتر من 35000 دولار. فانت بيجي لك كل شهر 35000 دولار. ايه اللي يخليك كصانع محتوى ان انت تخش اصلا في حاجه زي دي؟ لا هو اكيد صناع المحتوى دول كلهم زي ما قلت لك مش بالغباء ان هم يعملوا زي ما يدخل. بقول طباخ السم ما يعني طباخ السم ما بيدوقوش. مش بيدوق. هو الفكره يعني الفكره نفسها برضو في الموضوع ده ان عشان يغريك بقى يعمل ايه؟ يقول لك لو استخدمت اللينك بتاعي اول شحنه ليك، اسمها شحن حتى، يعني هم مسمينها شحنه. اول شحنه ليك ببجي. هو حرفيا اسوء. لا هات ببجي احسن. اول شحنه ليك بتاخد انت عليها بونص، اللي هو اللي استخدم اللينك بتاعك 120%، وفي منصات تانية بتدي 80%. من 80% ل 120%. يعني لو انت تعال نحسب حسبه بسيطه. شخص من الاشخاص اللي بيروج للكلام ده عنده 1,900,000 فولور على التيك توك مثلا، محتواه كله حلب للحاجه دي، بس بيحلبها لك بقى بطريقه صايعه. يقول لك عندي قناه توصيات على التليجرام مجانيه، هعلمك بشكل مجاني، هعمل لك كل حاجه بشكل مجاني، هتعمل فلوس بشكل مجاني. انت ايه اللي مخليك تستنى؟ ايه اللي مخليك مش عايز تخش؟ ده احنا بنعمل فلوس، ده شوف انت انا عملت كام النهارده. يوم جايب واحد صاحبه في الشارع يقوم قال له انت عملت كام، وهما الاثنين بيهجسوا قصاد بعض وبيعملوا قصاد بعض. في 4 يجوا في الذكر لو انت بتقول عن المواصفات دي. اولهم هادي البوم ماشي. ده عيل اقرع كده حاطط وشوم تخين فشخ. تمام. وصلت تنمر يا عم. ماشي يا عم ماشي. ده عنده 1,900,000. تمام. لو هنفترض ان 1,900,000 اللي على التيك توك بس منهم 0.5% بس اللي استخدم اللينك بتاعك بحسابات بسيطه، يعني 9500 فولور. تمام. لو 9500 فولور دول عملوا مثلا ايداعات من رينج 100 جنيه ل 500 جنيه، هنفترض نقول 500 جنيه. يعني ال 9000 دول لو استخدموا اللينك بتاعك خدوا هم ال 120% بتاعتك، وبعد كده الايداع اللي عملوه كان 500 جنيه، انت بيجي لك من الشركه 100% من الايداع. يعني انت مقرب من نص مليون. نص مليون ايه؟ انت عملت 4 مليون جنيه. 4,750,000. 4,750,000. هل انت كعمر لو انت مكانه هتضطر او هتجبر نفسك ان انت تخش معاهم؟ لا مستحيل. مستحيل. طب هو اصلا يعني هو الشخص ده ايه خلفيته؟ يعني هو دارس الاسواق ولا هو ايه بالظبط؟ يعني ايه المحتوى اللي كان بيقدمه وبعدها اتجه مثلا للباينري اوبشن او الكلام ده؟ واحد زي البوم مثلا. يعني هو بقى اخصائي من لا شيء، يعني فجاه بقى طلع بقى عنده الاسطمبه بتاعتهم المعروفه اللي هو اللينك قناه التليجرام بالكورسات، بتعلم التداول معايا. يعني هو ابتدى امتى في الكلام ده؟ هو ابتدى في الاول اصلا سبحان الله. هو كان ممثل على التيك توك، العيال بتاعت الريلز التعبانه بتاعت 2021 و2022 دي اللي بيعملوا مسلسل فيلم قصير. كان اسمه ايه؟ ميوزيكلي. دب سماش وميوزيكلي. بس لا
كانوا بيعملوها على الفيسبوك وبيعملوها على ميوزيكلي في الاول. كان يعمل اللي هو المسلسل القصير التافه اللي ملوش اي 60 لازمه، اللي عايز يديك موعظه عبيطه وانت مش فاهم اي حاجه، اللي هو يجيب لك الشنطه دي فيها مصحف. ايه الشنطه دي فيها مصحف، الشنطه دي فيها كتاب دين. فلما لقى الموضوع كده جايب سكه، هو برضه سبحان الله هو نفس الاشكال اللي هي بتعمل دي دماغهم صغيره لدرجه ان هو حط نفسه في ده بطريقه ما او باخرى. لقى البرنامج ده، الشركه كلمته ايميل. الايميلات على فكره بتتبعت، انا مبعوت لي ايميل من ميلبت، اتبعت لي قبل كده ميل على الميلبت، وكانوا طالبين ان انا يدفعوا هم مقدم ويدوني لينك احاله فوق ال 4000 واحد هيستخدم لينك الاحاله ده كان هيجي لي 120%. انا عايز اقول لك برضو ان مش شرط ان الشركه هي اللي تكلمك. لو انت اصلا بعت للشركه رساله وقلت لهم ان انا عندي قناه وعندي مثلا عدد متابعين كذا ومهتم مثلا، فهم اصلا اللي هيعرضوا لك الاوفر. يعني غير السكاوتنج تيم بتاعهم اللي دايما بيدور على صناع المحتوى، انت لو كلمتهم اساسا من تلقاء نفسك فانت هتلاقي ان هم ردوا عليك لو انت عندك عدد متابعين كويس. بدليل مثلا ان بتلاقي ناس ما عندهمش الارقام دي ويبتدوا برضو يعملوا نفس القصه اللي هو لينك الاحاله فوق كرايتيريا. هم ماشيين بكرايتيريا. لو واحد عنده 30000 فولور وعنده مشاهدات كذا وعنده لايكات كذا دول العرض. ودايما هم بيجيبوا اللي هم المؤثرين اللي هم يعني في مجالات يعني محدش يعرفهم، في المجالات التافهه. يعني مثلا ما تلاقيهمش جابوا مؤثر كبير مثلا ممثل او مغني او حد، لا هم دايما بيدوروا على الناس اللي هم ايه اللي سبرسي على تيك توك. سبرسي بلاش كلمه سبرسي، يعني اللي هو النيش بتاعهم مش بيقدم معلومه، مش بيقدم حاجه. هو مش بيقدم حاجه، هو بيفتح الكاميرا وبيسيبها على الله. بيسيبها على الله بالظبط كده. هو الفكره نفسها حتى ان هم بيبقوا هم وفجاه تلاقيه لبس البدله وجاب الفراري وبقى بيتكلم. ده انت قصدك كده بليونير لا ده واحد تاني بقى. واحد تاني ماشي. الفكره نفسها ان هم بينقوا الناس اللي هم عارفين ان هم تافهين لدرجه ان هم ما عندهمش وعي يفهموا ده حلال ولا حرام. يعني هم بيروحوا لمثلا 12 واحد حافظين الاجابات، بيبقوا اصحاب. لا وهم بيبقوا حافظين الاجابات. يعني انت لو سالتهم حلال ولا حرام هم بيجاوبوا بنفس الطريقه، ما حدش بيقول لك ان هي دي امور. وعلى قد ما يقدر بيبعد عن اجابه السؤال. يعني مثلا لو دخلت الواحد قلت له حلال ولا حرام هيقول لك رايي في الدين 1 2 3 4. مفيش حاجه اسمها رايي في الدين يعني كده يعني كده. يعني المفروض على ايامي كنا بنمشي بالدين، مش عارف هو يمشيها فار ولا ايه. مفيش حاجه اسمها بس هو ان هو بيقعد يقول لك رايي في الدين ان انت طالما بتعمل كذا وعارف وفاهم ومش عارف وبتدرس. طبعا الكلام ده كله ما فيهوش دراسات. مش محتاج اقول ان الكلام ده ما فيهوش دراسات، واي حد يطلع يقول لك في دراسات ده ما بيفهمش. انت ما بتدرسش حاجه، وانت زي ما انت قلت انت لو انت فاتح نفس الصفقه مثلا او نفس البتاع على اكونت ديمو وعلى اكونت حقيقي النتيجه هتختلف. او ولو اكونتين حقيقيين ولو اكونت حقيقيين النتيجه هتختلف، الاوتكم هيختلف. انا وانت مع بعض فاتحين في وش بعض وفاتحين الفراري فاتحين راكبين البيسين وفاتحين الفراري. فانت لو انت فاتح وانا فاتح مع بعض واحنا الاثنين فاتحين على نفس الاداه، لو مثلا USD يورو، لو احنا فاتحين مع بعض لو احنا جبناها على شكل يوم، يعني احنا فتحنا الشرط على شكل يوم هنلاقي هي نفسها. بس هو زي ما قلت بيلعب على المايكرو موفمنتس. واحد فينا هيخسر والتاني هيكسب. ممكن احنا الاثنين نخسر، ممكن واحنا الاثنين نكسب. بس في مره احنا الاثنين على حسب انت مصلي ولا لا. ده لا ده على حسب الاداء بتاعك. امك دعايه لك النهارده. الاداء بتاعك امك دعايه لك النهارده هتكسب. لا ما انت لو دعايه لك هتخسر. ربنا يبعد عنك ولا ده. عمسها. فانت بتكسب من فكره ان انت او مش انت بتكسب الراجل او الانفلونسر اللي هو بيقول لك هتعمل 1 2 3 وانا عامل لك قناه تليجرام وعامل لك كورس مجاني وعلى اليوتيوب. صباح الفل. انت دخلت له على قناه تليجرام. قناه التليجرام دي ممكن يعرض لك عليها اي حاجه. يعني مثلا في قناه تليجرام للبيع بتبقى فيها 100,000 120,000 140,000. دي داتا ناس، دي معلومات ناس. ده رقم واحد. رقم 2 دخلت على اليوتيوب عنده وشفت الكورس فانت عملت له فلوس من اليوتيوب. ثالث حاجه استخدمت اللينك ودخلت، وهو كل اللي هو عمله ان هو بس بيفتح الكاميرا ويقول لك نزله واعمله وانا عملت. وعشان برضو الناس تفهم احنا هنا مش بنتكلم على الطرق دي كمكسب ان هي وحشه، لا هو عادي. انت لو بتقدم خدمه او قيمه مثلا وعامل مثلا كورس وفعلا تعرف فيه وبيقدم معلومه، دي مش حاجه مثلا تعيبك. احنا بنتكلم ان هي الناس دي بتكسب فلوس من الهوا، من حاجه اساسا. يعني في ناس ما تحبش تسمع كلمه حرام. ممكن واحد مثلا مجوسي بيكلمنا او ملحد مثلا بيكلمنا بس هو عايز مثلا يستثمر فلوسه وشاف الناس دي يخش معاهم. انت مش هتكسب، لان لو الحاجات دي فيها الخير اصلا ما كانش هيحصل لها بان في مثلا في امريكا او في الاماكن اللي بيبقوا فيها. يعني الاماكن دي اساسا مش مهتميه انت تروح تاخد قرض للستودنت لون بتاعك وما تقدرش تسدده وتتحبس وتتسجن عشان هي مش مهتمه. هي كل الفكره كلها فكره راس ماليه ان هم عايزين يكسبوا منك فلوس. الناس دي مانعين الحاجات دي لان بقى فيها نصب.
واساسا ذات نفسه لو انت جيت تدور مثلا على الناس زي موقع ريدت او كده بالمحتوى الاجنبي، فهتلاقي ان في حالات نصب شديده. تعالى نتكلم على حالات النصب مثلا اللي في البرنامج. اول حاله ان انت تعمل ايداع. اول حاجه انت عشان تستخدم البرنامج هتحط فلوس. تعمل انت بقيت إيداع. محترف في الديمو اكونت وعملت لك 20 خلاص بقى حط فلوس بقى. يلا بقى يلا يا ماما، يلا يا ماما بعت ده $100 يا ماما. 10 $100 يا ماما. اول حاله بس دي قليله لسبب هو مش عايز يضحك عليك او مش عايز يسرقك بالطريقه دي. هو يقدر يسرقك بطريقه اصيعه ان انت تيجي تعمل ايداع والايداع ما يسمعش وتكلم الدعم يقول لك انت ما عملتش ايداع اثبت علينا. او تكلم الايداع يقول له في خلال 3 ايام عمل الفلوس هتكون موجوده، وكمان 3 ايام كلمهم تاني لغايه بقى ما فين وفين يوم مدينك الفلوس، فانت كده ايه وجبت معاهم او وجبوا هم معاك. نفترض انت يا عم عملت ايداع بمبلغ معين وفعلا وصل، وبعدها مثلا بعد فتره يعني لقيت ناس ان هي بتشتكي على موقع ريدت ان هو الموقع كان شغال مع 100% لمده سنه، وبعدين فجاه من لا شيء فجاه الاكونت مثلا بتاعه اتبند، او فجاه مثلا ما عادش قادر ان هو يسحب فلوسه. بالظبط. بس خلينا نتكلم عن نقطه في النص، انتر كده في النص قبل السحب بقى، قبل ما تسحب يعني قبل ما تسحب انت عملت خلاص فلوس وخلعت من الايداع وخلعت من الارباح والكلام ده كله. كان حظك حلو. في بقى في النقطه في النص كده ان هو بعد ما بتعمل الاوردر بيأخرك نص ثانيه. لو لاحظت، ومش بقول نزلوه عشان تجربوا بس نزلوه عشان تجربوا. لو انت جيت جربت ودوست باي او سيل هتلاقيه بيأخرك نص ثانيه، وبعد كده هو بيغير حاجات عشان يقوم مخسرك. مش مصدقني؟ جرب. بتيجي يا عمر كده يعني انت مثلا دخلت دلوقتي صفقه 60 ثانيه والحد 59.5 انت كسبان، يجي في الاخر اللي هو الملي سكند او كده فجاه تخسر وتلاقي المؤشر نزل تحت. ده اللي انت تقصده؟ لا انا اقصد بقى نقطه تانية. دي فعلا نقطه نص الكلام اقصده، بس النص الاولاني وانت بتشتري لسه. وانت بتشتري انت عملت الاوردر هتلاقي اتاخر نص ثانيه. جزء من الثانيه انت مش هتاخد بالك، هتلاقي اتاخر بقى في النقطه دي. عمل لك مثلا انت دوست وهو تحت مره واحده، بعد ما انت دوست باي قام رافع وقام حط لك النقطه، فانت كده يعتبر لبست نفسك. فانت هتقعد بعد 30 ثانيه يا رب ينزل بس المستوى بتاعي عشان اخد فلوسي تاني. فدول نقطتين. طب انت عديت من النقطه الاولى بتاعت الايداع وعديت من النقطه الثانيه وعملت فلوس، وانت راجل يعني ايه مش سخي ومش عايز تأفور ومش عايز تبقى طماع، جيت تسحب فلوسك. احنا لغايه دلوقتي شفنا كام حاله على ريدت مش عارفه تسحب فلوسها كتير وبيتمسحوا. يعني الناس كتير ما تعرفش ان الحالات دي بتتمسح والاكونت بتاعهم بتتبند. يعني انت لو حاولت اصلا تنزل فيديو على اليوتيوب او التيك توك تحاول تتكلم فيه عن اي كيو اوبشن مثلا بصوره صريحه او الخيارات الثنائيه، هتلاقي الفيديو بيتمسح. يعني في فيديوهات كتير انا شفتها على الانترنت في خلال مثلا ال5 6 سنين اللي فاتوا، عنوان الفيديو مثلا باينري اوبشن اكسبوز. الفيديوهات دي تيجي تدور عليها ما تلاقيهاش. مش بس كده، بيقفلوا القناه كلها، بينزلوا عليه حاجه زي حمله ريبورتات ويقفلوا القناه. يعني حرفيا هو تيم مخصص لكده بس. بالظبط. فهو كل اللي يعني احنا المفروض لو لغايه دلوقتي اللي بيتفرج او اللي بيسمع الفيديو او اللي بيسمع الفيديو دي اسمها ايه؟ بيتفرج على الفيديو؟ شوف الفيديو. بيشوف الفيديو. اللي بيشوف الفيديو دلوقتي لو ما فهمش لغايه دلوقتي لا هو في حاجه. هو فيك حاجه غلط. يعني انت عندك على السوشيال ميديا في ناس معينه كده، احنا خلينا نقولهم بكل صراحه عشان الناس دي ما يضحكش عليها، يعني ما تضحكش على ناس تانية. عندك مكاوي كان بيقول في الاول نصائح للشباب وبعدين فجاه بقى اكسبرت وعمل مكاوي فاينانس. ولو دخلت مثلا في الديسكريبشن بتاع الفيديوهات هتلاقي ان هو لينك افيليت سايب الديسكريبشن فاضي. خش اكسبرت اوبشن من هنا. بالظبط. هو الفكره نفسها ان المكاوي حتى لما جه عمل المكاوي فاينانس دي كان من الفيديوهات اللي نزلها كده ومطلقتها في النص بيتكلم هو حلال ولا حرام. فبيقول لك ايه جوه الفيديو يعني فيما معناه لو انت شايف ان هي حلال فانت معناها ده مؤشر ليك انت ان انت بني ادم ضعيف، فما تخشش المجال ده. او لو انت شاكك ان هي حلال هي حرام. بس وغالبا اصلا واحد زي مكاوي عشان الانفلونسرز عنده كبيره فهو مش بس افليت، هو سبونسرشيب. يعني هو في ما بينهم زي ما تقول كده ايه انوال سالري او حاجه معينه بعيدا عن الافلييشن. لان هو فكره ان هو يعمل قناه ويديديكيت ان هو ينزل لها فيديوهات كل فتره، دي مش فكره. يعني اعتقد ان واحد زي مكاوي مش هيعملها الا لو هو بيخش له فلوس على طول. مش بس السذاجه دي لا. يعني هو بالنسبه لي مكاوي ده العالم بتاع المحتوى التافه. يعني حتى هو في الاول وفي الاخر هو كونتنت كريتور. يعني مش كل الناس مستر بيست. يعني على قد ما كل الكونتنت كريتورز مثلا هيحاولوا يقنعوك ان هم مثلا مالتي مليونيرز او كده، بس الكونتنت كريشن مش هيجيب لك فلوس
للمتوسط 99% من الناس، زي مثلا انك تفتح بيزنس، او اللي تخليك ان انت مثلا كل شهر تغير العربيه او تجيب عربيه مثلا بالظبط. سوبر كار. بالظبط. لا، هو الكونتنت كريشن ليه ليميت. يعني سواء انت مثلا بالفيوز عندك سبسكرايبرز كويس، بتبيع باكجز، بتبيع منتجات ميرش، الكلام ده كله يبقى فيه ليميت معين مش تقدر تكسره. مش هتقدر تكسره غير لو انت بقى استخدمت لو انت خدت سبونسر شيب منهم، زي يعني متكون مثلا على زي ما هو بيدعي مثلا بس لا، في ان انت تبقى كونتنت كريتور وتروح مثلا انت عشان انت ليك انفلونس او ليك تاثير على الناس، تفتح انت شركه او مطعم زي الفتره بتاعه الفرايد تشيكن دي، لما كانت الناس المؤثره في المجتمع تروح تفتح فرايد تشيكن فتكسب، تعمل سبوبه حاجه بسيطه بس هو عمل السبوبه خلاص وقفل. دول بيكسروا الفلانكات او بيعدوا الفلانكات زي ما بيقولوا، في الاخر بينتهوا بيهم الامر انهم قاعدين في دبي. بالمناسبه دبي سمح بالكلام ده كله، فعشان كده اي واحد تكلمه تلاقي في دبي في الموضوع فكر تاني. هي دبي اصلا يعني زي ما تقول كده ملاهي العالم دلوقتي. هي بقت دلوقتي زباله العالم. ملاهي العالم ايه؟ ملاهي العالم. اي واحد دلوقتي عايز يشتغل شغل شمال بيروح دبي. غسيل الاموال وكل الكلام ده. وانا في ناس برضه اعرفها بشكل شخصي كانوا في دبي وجم مصر هنا وليهم قضايا هناك ومشاكل هناك سابوها وجم هنا. فالاضافه للموضوع ان برضه مش معنى ان انت شايف ان مثلا واحد زي مكاوي او واحد زي صاحبه اللي هو التاني ده السوري، ماشي كان اسمه ايه؟ كان مش مهم اسمه مش مهم، اما نمنتجه كده خلاص ماشي. واحد مثلا زي مكاوي واحد زي مكاوي لما تفتح الفيديو عنده وتلاقيه راكن عربيه اودي، ولا تلاقيه راكن عربيه بي ام دبليو مثلا ام 4 ولا ام 5، وتلاقيه جنبها الثالثه جي 63. صباح الفل. يعني انت اصلا لو انت بتستخدم اكسبورت اوبشن برضه مش هتجيب الفلوس دي، فبتبقى ايجار عادي. شوف اي فيديو هتلاقي العربيه جديده لانج، العربيه ما اتلمستش، هتلاقي لسه في فرشها شغال ايه انا ويسكت شويه. لا وجابت يعني الفرق اللي جابها منها فيديو يعني يعني سبحان الله، هو غير الاودي خلاها جي 63. لو ابو هشيمه مش هيبقى بالسرعه والله العظيم يعني على ما يخلص ورق مش هيلحق يمشي في الشارع كده. فهو الفكره نفسها ان انت سهل عادي تروح تاجر عربيه ساعتين ثلاثه يوم كامل تخلص بيها فيديوهات، تعمل محتوى شهر قدام بالعربيه دي، وانت واحد صاحبك تروح تاجره وتروحوا تفرشون في اي باركنج كده وتعملوا فيديوهات بتاعتكم وخلاص. خلاص الدنيا خلصت. تصور بها صورتين تنزلهم على الانستجرام، تصور بها فيديو وانت داخل العربيه عشان تنزله مثلا في الفيديو جاي وانت بتقول ازاي عملت فلوس وازاي عملت فلوس. مفيش اثباتات. ولاحظ برضو ان هو بيبقى عندهم نسبه بجاحه عاليه جدا. يعني هم لو شافوا الفيديو ده وحد مثلا حاول يقول لهم انتوا بتنصبوا او كده، هم دايما ردهم ان انت حقودي او روح شوف الوظيفه بتاعتك او روح اشتغل بالساعه في الشهر. فاللي هو يعني هم عملوا كذبه وحطوا نفسهم جوه فقاعه، هم بس اللي صح وباقي الناس غلط. هم حتى يعني هو مثلا هو ممكن يكون في البدايه، يعني لو كلمت الشخص ده وهو معهوش الفلوس اللي كسبها مثلا من اكسبرت اوبشن او كده، يقول لك ان الحاجه دي ده مكسب، مفيش حاجه اسمها مكسب سريع والكلام ده. هو خلاص عشان هو معمي وجوه وعمال بيكسب فلوس مثلا من الدعايه ومن السبونسر شيبس، فهو بالنسبه له انت اللي غلط، انت ازاي فقير كده، انت فاهم بالظبط. ويبدا يعيب فيك لو انت عيبت فيه. لو انت قلت له مثلا اتقي الله مثلا، اتقي الله وما ينفعش تعمل كده وده حرام، تلاقي عامل ريبلاي عليك على فيديو هو مين بيكلمني، هو مش عارف ابوك شغال ايه، امك شغاله ايه، يبتدي ان هو يعاملك يعيب فيك بقى، يعيب فيك. طب انت ما ردتش برضه على سؤالي حلال ولا حرام، وحرام ليه وحلال ليه. هتلاقيه بيقول لك حلال ليه وهتلاقيه بيقول لك مش حرام ليه، وهتلاقيه بيقولها لك بقى بطريقه ايه، ان ده مبني على دراسه، ان ده تحليل. انما لو انت بقى دخل رهان على سنه مش رهان يعني، يبقى انت كده هم في تمام. ناس بتلعب قمار بيبقوا دارسين الموضوع وبيبقوا دارسين الروليت وبيبقوا دارسين الاخطاء والحاجات دي كلها، وبيبقوا دارسين الاحتمالات او علم الاحتمالات. بالظبط. هو بيقول لك احنا احتمال مثلا كده بقى حلال. لا وبالعكس، ده في ناس اصلا في امريكا كانت عمل عليهم افلام حقيقيه ترو ستوري، ان الواد ده مدمن قمار لدرجه ان هو بقى بيحسب وزن الكوره اللي بتتحط في الروليت، فيعرف ان هي ممكن بسرعه اللفه بتاعته هتقف عند ايه. لا يعني فعلا في دوكيومنتس للناس كتير زي دي. بالظبط. فدي الناس دي درس، الناس دي جينيوس، الناس دي نابغه. هل كده اللي هم بيعملوه ده حلال؟ فطبعا يعني انت بتبقى معمي. في ناس بتبقى فعلا مش عارف، في ناس بتبقى ساذجه يقول لك انا دخلت وكنت فاكر ان هو الصح وفاكر ان هو شغال واقتنعت بكلامه وان هو بيعمل فلوس، لكن للاسف لما خسرت قناه التليجرام دي ملهاش اي لازمه وما عملتليش اي حاجه. وفي الاخر بيكتشف ان هو الوحيد اللي كان اصلا يعني اتكرف له، والمعلم ده خد كل ايداع هو عمله. بالمناسبه انت مش اول ايداع بس اللي بتاخد عليه 100%. كل ايداع كل ايداع بتعمله بيوصل لصاحب اللينك اللي انت مديهولك ده، بيجي له نفس الفلوس. ما مش معقول هيقف عند ال 9500 دول. فانت ممكن ال 9500 اللي احنا لسه متكلمين عليهم
اللي هم بتوع البوم يجيبوا له قبض شهري مش وان تايم. ده قبض شهر، ده ممكن قبض اسبوعي، قبض اسبوعي كل مره يعمل ايداع. واسوأ من كل ده ان انا بكلمك في نسبه من 1,900,000 دي، بكلمك في نسبه 0.5%. الكونفرجن ريت قليل، ده ما بالك بقى لو 5%. بس ما اعتقدش ان نسبه 5% بالغباء. ما تعتقدش ان نسبه 5% 5% من مليون رقم كبير. 50,000 50,000 واحد لو ب 100 جنيه، 50,000 واحد لو ب كتير. 100 جنيه الباشا ده وهو قاعد على توتيتو عمل 50 مليون جنيه. الارقام دي برضو احنا بنتكلم اللي هو اللي انت اصلا بتتفرج عليه، ولو اتبعت واشتريت كل الكورسات بتاعته واشتريت كل الكتب ده مش هتعمل، مش هقول لك ربع ولا تمن، مش هتعمل 1 على 1000 من المبلغ ده وانت قاعد على توتتك برضه. بالظبط. يعني هو الفكره نفسها ان انت برضو الا لو انت عملت قناه زيه بالظبط وبدات ان انت وكملت على نفس الحوار ده وعملت كورسات وبتاع، وقتها يبقى انت بقيت زيه بالظبط. هو الفكره نفسها برضو ان انت بتبقى شايف ان هو بيعمل فلوس فانا عايز ابقى زيه، فانت تحترف الوضع وتفهمه وتظبط دنيتك وتشوف قصتك، وبعد كده تقوم عامل قناه وعامل زيه وشغال معاه، والدنيا السايكل شغاله، السايكل شغال. طبعا هادي البوم ده واحد زي هادي البوم هو مش بيبقى لوحده، مع واحد صاحبه تاني. تمام. فصاحبه هو وصاحبه ده بيتسلوا مع بعض بقى. مره فيديو على قناته ومره فيديو على قناتي، وهما الاثنين فاتحين قناه تليجرام بيصبوا فيها كل فلوسهم. تعالى النهارده نصور فيديو ان احنا ماشيين في الشارع. هادي صاحب محمود صاحبي كلمني وقال لي ان هو عمل فلوس وفرحني قوي، فنزلت له مخصوص وصحيت من النوم ونزلت له. عملت الفلوس دي في قد ايه؟ في قد ايه؟ في 5 ايام. فاكر الفيديو اللي كنا بنتفرج عليه من شويه؟ الواد قعد دقيقتين، قعد 5 ثواني 5 ايام عملها لك كده اهو. هو الواد نازل عارف هو بيعمل ايه ولا اي حاجه، وعملت كام من كام ولا هو شغله بالدنيا دي. هو نازل بس يجيب اللقطه. وعلى فكره يا جماعه عشان بقى ايه ما تخبطش عليه من ورا، يكتشفوا ان الواد ده صاحبه، فعملها في الفيديو على فكره برضو بالمناسبه ده صاحبي، فقام ايه قال لك بس هو انا قلت على فكره ان هو صاحبي فاحنا مش بننصب. وهو في الحقيقه ان هو بينصب، لان لا الفلوس اتعملت ولا اي حاجه من الكلام اللي هو بيقول عليها دي اتعملت. لو انت بتقنعني فان هو عمل، افتح موبايل الواد اللي انت بتقول ان هو جاب 20,000 جنيه من 500 جنيه ووريني اللوجز بتاعته ان ما فيهاش ايداعات وما فيهاش اي حاجه، ووريني بقى الارقام دي. احنا هنا طبعا بنتكلم عن بعيدا عن حلال وحرام، احنا هنا بنتكلم بقى ان انت واحد ملحد واحد ابن 30 مش عارف 30 في 60 بتقول ان ماليش دعوه بحلال وحرام، ده بيعمل فلوس ولا لا؟ فانا بديك الاثباتات اللي ترد بيها على نفسك، مش هترد بيها عليه، هو كده مش هيرد عليك، وكده كده اصلا ايه هيقول لك انا مش مضطر، هيخلع بالسؤال بمليون طريقه عادي. انت بتشوف اللي يثبت، حط اي لينكات بتقول ان هو عمل الفلوس دي؟ لا. طيب ادى اثبات؟ لا. طب كل المؤشرات بتقول ان انت لو براس كلبه ودخلت على اللينك بتاعه هتلاقي في حاجه اسمها افلييت. ما جاش في بالك ان انت تقوم داخل على لينك الافلييت ده وتعرف هم بيكسبوا كام؟ على فكره برضو بنفس الموبايل اللي هو بيقول لك عليه ان انت تجيب فلوس، هو نفس الموبايل اللي انت تقدر تتحرى فيه الدقه. هي الحاجه لو هي شكلها كويس قوي فهي في الغالب مش حقيقيه. تو جود تو بي ترو ده غلط. تو جود تو بي ترو طبعا. فاحنا مش بنبص بقى طبعا الموضوع ده. انت بتبص برضو الموضوع بشكل اذكى شويه، ان انت فلوسك دي مش مرميه على الارض. ولو انت عارف ان هي حرام ومكمل فيها فدي مشكلتك الشخصيه، حلها. هي الفكره كلها بقى ان هو اساسا نوعيه الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات دي او بتتاثر بيهم هم لسه شباب مثلا لسه ما اتخرجوش او مخلصين مثلا ثانويه عامه او عندهم 18 19 سنه. فهو بالنسبه له هو نفسه انه يبقى زي الناس دي وما عندوش الامكانيات اللي تسمح له، فيبتدي مثلا ان هو فعلا يدفع كل الكورسات دي ويحاول يقنع مثلا بابا ومامته ان ده كورس فعلا حاجه بيعلمه مش نصبيه على الانترنت. ويبتدي ان هو فعلا يخش المجال وهو بيكون مقتنع جدا وشغوف وبيدافع عن الموضوع ده لحد مثلا لما يكتشف ان هو بعد ما وصل 25 26 بقى له 5 سنين ان هو كل ده لو جه راجع فعلا معدل المكسب لمعدل الخساره هتلاقي ان هو ما كسبش اي حاجه. يعني هو مثلا نفترض هو عمال يكسب ويخسر ويكسب ويخسر بس نسبه الخساره دايما هتكون اعلى من المكسب بالزبط. فهو بعد السنين دي كلها فهيلاقي ان هو ضيع نفسه في التوهان فغالبا هيحاول ان هو يقول لك طب الناس دي كانت عملت فلوس ازاي؟ كانوا عاملين كورسات وانا رحت دفعت الكورس، فيبتدي ان هو يعمل كورسات واكاديميات ويبتدي يعمل قناه على اليوتيوب وهكذا. فالبيزنس موديل ده هو عباره عن سايكل ما بين واحد اتنصب عليه لتحول لواحد نصاب وبينصب على الناس التانية وهكذا. يعني زي ما تقول كده هي سلم هو عدوى زي العيال بتاعت السكريبتات بتاعت 1 اكسبت. الواد ده اتضحك عليه في سكريبت لبسه فعايز يبيعه فيقول لك ب 80 جنيه. طب معلش بعيدا بقى عن الفيديو كامل 1 اكسبت
لو انا مديك سكريبت ب 80 جنيه هيعمل لك 3 تريليون دولار. ما انت طالما ده سكريبت يبقى هيكسر كل المقادير. عملوا لك ب 50 جنيه، عملوا لي ب 80 جنيه ليه؟ وعملوا لي ب 10000 جنيه ليه؟ يعني انت مثلا انت لو معاك حاجه تقدر تخلي شخص تاني او اداه تخلي شخص تاني يكسب مثلا مليون جنيه في الشهر. ما انت لو مليار انت جنيه في مش السنة. عندك القيود اللي هتخسرك ومعاك سكريبت اللي هيمنعك ان انت تخسر، ليه هبيعه لحد ب 50 جنيه يعني؟ اكيد لازم تتعب شويه يعني عشان ولا حتى لو انت ليه هتديني حاجه يعني زي ما بيقولوا كاش كاو لا والناس ما عرفهاش يعني. هو الناس هو دخل على فيديو في الكومنت مثلا في تيك توك ما يعرفهمش يقول له انا معايا سكريبت ودفعت تعالى اديهولك بالظبط. فهو طبيعي هو بقى كل واحد شغال بقى بدماغه وبيضحكوا على العيال الصغيره. برضه هتيجي تبص وترجع للاخر ان هي العيال الصغيره. مفيش حد كبير عاقل عارف او شوف ده يقول لك ده على عبيط. لا على فكره برضه يعني كلمه عاقل اهم من السن، لان في مثلا ناس هو طول حياته عمال بيشتغل في وظيفه ما عندوش خبره تكنولوجيه واصلا بيستخدم التليفون بالعافيه. بالظبط. ساعات الناس دي بتقع ضحيه برضه بالمدخرات او اللايف سيفنجز بتاعتها، ان هو مثلا بقاله 10 سنين بيشتغل فمحوش مبلغ معين. المبلغ ده مثلا يعني في الطريقه التقليديه ممكن يستثمره في ذهب، ممكن مثلا يعمل بيه مشروع، يعمل بيه بزنس، يشتري بيه ريل استيت ويأجرها. الكلام ده كله ممكن يعمله مبلغ كتير انت تستثمر بس مثلا الحاجات دي مش بتوصل ان هي تديك 100% في خلال 60 ثانيه، يعني تديك ضعف المبلغ اللي انت حطيته او 10 اضعاف المبلغ اللي انت حطيته في خلال 60 ثانيه. فهو دايما يقول لك ايه، طب ما اروح اجرب الحاجه زي دي واديهم الفلوس وهم يشغلوها لي او هم مثلا يتداولوا لي، يكتشف ان الناس نصبت عليه. يعني بالزبط. مثلا زي الناس او الصفحات اللي على التيك توك اللي تلاقيهم دلوقتي يقول لك ايه، انت هتحول لي 400 جنيه في خلال 8 ساعات هيرجعوا لك 24000 جنيه. باي منطق وعقل انت هتدخلها في ايه بالظبط في خلال الفتره الزمنيه القصيره دي؟ يحول لك ويقول لك ويجيب لك مثلا سكرينات لناس حولت واحنا بنتداول وعندنا استراتيجيه مضمونه والكلام ده. صدقني انت اول لما تبعت لهم مبلغ محترم شويه يعني فوق ال 1000 جنيه هيعمل لك بلوك اصلا. لا وعلى فكره في الاذكى اللي يطلع معاك لغايه 12000 جنيه. يعني في ناس مثلا ممكن في الاول تقوم محوله مثلا 100 جنيه يقول لك هديك 800 جنيه وفعلا يحول لك ال 800 جنيه. انت تطمع طبيعي. يعني واحد حول لك من 100 ل 800 فهتقول له ممكن توصل معايا، يقول لك حول لي 10000 جنيه وهحول لك 100000 جنيه بس خلاص. هو 10000 جنيه اللي بياخدها يقوم قافلها وماشي، يقوم قافلها خلاص وعمل المكسب بتاعه. بالظبط. هو ده يعني مهما تتكلم برضه يا عمر اللي خد النصيحه ومش عارف يمشي بيها، هي دي مشكلته الشخصيه. احنا مدينك كل حاجه في الفيديو يا جماعه، يعني هو كل حاجه في الفيديو ده اتقالت، كل الاقناعات سواء بالدين سواء بالعقل سواء حتى بالمحسوبيه كده ان انت بتحسبها بس بدماغك كده وتعرف الباشا ده بيجيب فلوس منين. يعني كل حاجه اتقالت في الفيديو. انت لو لسه مقتنع او لسه شاغل دماغك بيه، مشكلتك الشخصيه حلها مع نفسك بصراحه. هو برضو يعني انا عايز اقول ان يعني الفلوس او ازاي الناس بتعمل فلوس، انت لو جيت تشوف للناس الاغنياء اللي في العالم فنسبه كبيره منهم مثلا بيكون الفلوس دي ورث، او بيكونوا سي او مديرين لشركات كبيره، او هم بيشتغلوا مناصب تقيله، او هو شخص مبدع ويعني ابتكر حاجه جديده فبقى مثلا غني، او مثلا واحد شغال في وظيفه بتدي مرتب عالي، او واحد موهوب او لاعب كوره والكلام ده كله. انما مفيش حد بينتقل من شريحه مثلا طبقه فقيره او متوسطه لطبقه غنيه بحاجه بيعملها في ثانيه. انت عشان تعمل فلوس او ازاي الانسان بيعمل فلوس، فانت قدامك يعني 3 أو 4 طرق بالكتير. اول حاجه ان انت تشوف لك وظيفه وتبتدي تتدرج في الوظيفه دي بصوره تدريجيه لحد ما توصل لاعلى مرتب ممكن تعمله، وبعدين تشوف وظيفه او مركز اعلى، او ان انت تقدم قيمه او خدمه زي مثلا استشاره او كده، انت بتضحي بجزء من وقتك عشان تكسب الفلوس، او انت بتقدم او بتبيع منتج، انت تاجر بتجيب مثلا تليفونات، بتجيب لابتوبس، بتجيب جرافيكس كارد، بتشتريها بمبلغ معين وبتبيعها وبتاخد هامش ربح. دي الطرق ان انت تعمل بيها فلوس. في فرق بقى من طرق انك تعمل فلوس وانك تستثمرها. الاستثمار انت بتاخد الفلوس اللي انت عملتها اصلا وتبتدي ان انت تزودها، بتزداد بصوره يعني تلقائيه. يعني مثلا تشتري قطعه ارض دي تعملها بيت، تبتدي ان انت تاجر كل واحده مثلا بتاخد ايجار شهري، ومع الوقت اصلا قيمه قطعه الارض دي نفسها بتزيد. يعني انت اشتريتها مثلا بمليون، بعد 10 سنين بقت ب 10 مليون، وفي نفس الوقت بتكولكت رنت او بتلم الايجار. انت مثلا جمعت مثلا مبلغ معين، فتحت بيزنس، البيزنس ده ابتدى ان هو يعمل فلوس وهكذا، فدي مثلا استثمار في البيزنس بتاعك. او ان انت تستثمر مثلا في تعليمك، انت حاجه معينه لو انت اتعلمتها هتنقلني من نقطه اكس لنقطه واي. النقطه اكس دي مثلا ممكن ما يكون مفيش دخل خالص، بس مهاره معينه
اتعلمتها، اتعلمت مثلا التصوير، فبدات ان انا انزل اصور الناس، اعمل صناعه محتوى، اسوق، فدي نقلتني من صفر لبقيت مثلا بدخل 100,000 200,000 300,000 في السنه عادي يعني فاهم. ربنا يوسع لك على حسب شطارتك وعلى حسب خبرتك والكلام ده كله. انما ما فيش حاجه اسمها ان انت تديني مثلا $100 سواء بقى شركه او شخص يقول لك يعني اديني $100 وفي خلال مثلا فتره معينه، في خلال يوم في خلال يومين هرجعهم لك $10,000، لان في الغالب الراجل ده بينصب عليك. ده مش في الغالب، هو 200% 200% بينصب عليك. هو لو فعلا يقدر يخلي لك ال 100 جنيه 800 جنيه كان عمل الفلوس دي لنفسه. مفيش حد بيعمل كده غير ابوك، يعني لو انت تقول له خد يا بابا جمد لي ال 98 فيرجعهم لك 100، انت فاهم؟ انما مفيش حد يعملها لا لك. مش 298 جنيه 90. انت بتدي له 5 وهو بيديك 100. لا كان زمان معايا 200 يديني 5 جنيه قصادهم. اوقات ال 200 جنيه خد 4 10 4 ورقات عشرات. فده موضوع النهارده. الموضوع عشوائي النهارده بزياده. لا بس كان كويس والله. بس كان كويس. يعني اتكلمت برضه في حاجات وعرفت، وانت بصراحه يعني كملت الكلام اللي انا كنت عايز اقوله. انت قلت الكلام فعلا من المضمون اللي انا كنت عايز اقوله فعلا. على فكره يا جدعان انا مش خبير ولا ليا علاقه. هو على فكره بتكلم في حاجات طبيه، انا بس بتكلم يعني بالمنطق، بالحاجه اللي انا بشوفها. يعني في حاجه في عينيا انا بشوفها او قدام عيني انا بشوفها، فانا بتكلم عليها. انما انا مثلا مش خبير ولا اللي فاهم الدنيا عامله ازاي، ولا حتى مليونير او مالتي مليونير والكلام ده كله، لا. بس دي حاجه بالمنطق وبالعقل. العقل بيقول ان الناس دي بتنصب عليه. فعشان كده احنا عملنا مثلا الحلقه دي بنتكلم عن نوع من انواع النصب الالكتروني اللي موجود ما بين الناس. بالزبط. انا عايزكم بقى مثلا في الكومنتات دلوقتي تقولوا البودكاست دي لو هنعملها تاني نسميها ايه؟ يعني نسميها مثلا يعني احنا مش عارفين نسميها بصراحه. مش عارفين نسميها، يعني احنا عشوائيين جدا. احنا وصلنا لغايه النصابين، بس قلنا النصابين ده هيفتكروا ان احنا النصابين. احنا نصابين، احنا نفسنا نبقى نصابين. انا نفسي ابقى لو عايزين اي سبونسر او افلييت احنا ممكن اولمبيك ريد خلاص معاها كويس. ماشي. نزلت الابلكيشن. عملت كمان حسين. يلا سلام. يلا سلام.